فيلمنا النهارده بيبدأ ب3 أصحاب قاعدين في بار ومحدش بيبقى فاهم هم أصحاب ولا سياح ولا إيه حكايتهم بالظبط، بس كل اللي يعرفوه إنهم 2 آسيويين وواحد أمريكي. وعشان نفهم القصة دي بنرجع بالزمن 24 سنة لورا وبنشوف يونج وهي عمالة تعيط عشان طلعت التانية، وصديقها سونج عمال يحايل فيها طول الطريق وبيقول لها معلش ما انتي بتطلعي الأولى على طول وأنا بطلع التاني وما بعيطش زيك كده، ما تبقيش مجنونة. ولما بترجع يونج على البيت بتلاقي أهلها مقررين إنهم هيهاجروا على كندا وبيختاروا لها هي وأختها أسامي أجنبية عشان يعرفوا يتعاملوا هناك، فبيسموها هي نورا واختها ميشيل. وبعد شويه كده بتبقى يونج قاعده تتكلم مع امها في لحظه صفا وبتقول لها ده الواد سونج ده جميل، انا قررت اتجوزه لما اكبر. وبعد شويه امهات الاطفال بياخدوا عيالهم وبيروحوا يقعدوا مع بعض في الجنينه عشان يعني يعملوا شويه ذكريات قبل ما ابو يونج ياخد عيلته ويهاجر، وبيفضلوا الاطفال يلعبوا مع بعض طول النهار لحد ما حيلهم بيتهد. وتاني يوم بتروح يونج تقول لاصحابها انها مهاجره مع عيلتها، ولما بيقولوا لها ليه كده بتقول لهم اصل الكوريين مش بيفوزوا بجائزه نوبل للادب وانا عايزه ابقى كاتبه كبيره واخد جوائز. ومن ساعه ما سونج سمع الكلام ده وهو بيبقى مصدوم جدا وبيفضل ساكت طول الوقت. ولما بيوصلوا عند البيت بيقول لها الوداع وبيسيبها وبيمشي بمنتهى الهدوء كأنه هيشوفها تاني بعد 5 دقايق، بس للأسف بيبقى ده الوداع الأخير. وفي نفس اليوم العيلة بتطلع على الطيارة اللي رايحة كندا عشان يبتدوا حياتهم الجديدة هناك، وبتفضل يونج واختها يحفظوا أسمائهم الجديدة ويتدربوا على الكلام بالإنجليزي. ولما بيوصلوا المدينة بيقدموا للأطفال في المدارس بسرعة، بس يونج ما بتبقاش عارفة تتأقلم مع الناس الجديدة دي وبتفضل واقفة لوحدها. وبعد مرور 12 سنة بتكون الأطفال كبرت خلاص وسونج بيدخل الجيش ونورا بقت كاتبة مشهورة زي ما كانت بتحلم. وفي يوم بتبقى قاعدة فاضية كده وبتفتكر الذكريات وبيجي على بالها سونج صديق الطفولة، فبتبحث عنه على النت مع احتمال ضعيف انها تقدر تلاقي صفحته. بس المفاجأة اللي بجد انها بتلاقيه منزل بوست على صفحة اصدقاء للابد وكاتب اسمها ومواصفاتها وبيدور عليها لانهم كانوا صحاب زمان. فبتدخل تتفرج على صوره بعد ما كبر وعلى طول بتبعت له رسالة بتقول له فيها انا يونج فاكرني ولا لا، بس طبعا فرق التوقيت بيقوم بدوره والساعة عنده بتكون 3 الفجر، ده غير انه بيكون مش شايف قدامه اصلا لانه سكران وحالته صعبة على الاخر. وتاني يوم الصبح بيقوم يفتح التليفون وبيشوف الرسالة ولما بيلاقيها صديقة عمره بيبقى منبهر ومبسوط جدا، وفي نفس الوقت بيفضل يتفرج على صورها. وبدون مقدمات بيرجعوا الاتنين لأيام المراهقة من تاني وبيفضلوا طول النهار يبعتوا في رسائل ويتكلموا مع بعض لحد ما بيقرروا يتكلموا فيديو كول بدل الرسائل. ويونج بتصرحه انها كانت بتدور عليه من باب التسلية وما تخيلتش انها ممكن تلاقيه اصلا، وانها اتفاجئت لما لقيته لسه فاكرها وبيدور عليها. فبيقول لها لا بقى انا عكسك خالص وفضلت احاول ادور عليكي بكل الطرق وعلى كل المنصات وكان نفسي الاقيكي بجد مش مجرد تسلية، بس تقريبا كده انت غيرتي اسمك دلوقتي. فبتقول له ايوه فعلا بقى اسمي نورا من ساعة ما جيت هنا من 12 سنة. فبيقول لها هو اسم جميل طبعا بس انا عايزة اناديكي بيونج زي زمان. وبيقعدوا بقى يتكلموا مع بعض عن تخصصاتهم الحالية وان نورا راحت امريكا وبقت كاتبة مسرحية هناك، وسونج خلص جيش ودخل كلية الهندسة وماشي فيها كويس بس مش احسن حاجة يعني. وبيقعدوا يفتكروا لما كانت كل شوية تعيط عشان حد جاب اعلى منها بربع درجة ومحدش كان مهتم وبيراضيها غير سونج، وبتحكي له انها بطلت تعيط خالص وما بقتش زي زمان لانها في اول الهجرة ما كانتش متأقلمة على الوضع وكل يوم بتعيط بس محدش كان مهتم، فقررت انها تبطل عياط وتبقى واقعية اكتر. ولما بيجوا في اخر المكالمة كده بيبقى باين على سونج انه متوتر وعايز يقول حاجة، ولما يونج بتلاحظ بتقوله عايز تقول ايه اتكلم عادي. فبيقول لها انا عارف انه مش منطقي اني اقولك كده بعد 12 سنة بس انا كنت مشتاق لك جدا وما رحتيش من بالي ابدا. وبعدها بيقفل معاها عشان عنده محاضرة مهمة وبيتفقوا انهم يتكلموا تاني، ويونج بتفضل تضحك وما بتبقاش عارفة تحدد موقفها ايه بالظبط. ويوم بعد يوم بيبدأوا يرجعوا اقرب من الاول وبيستغلوا كل الفرص الممكنة عشان يتكلموا مع بعض سواء الصبح بدري او اخر الليل او حتى في الاتوبيس، وبيتكلموا في اي حاجة عشوائية وملهاش لازمة عشان بس يفضلوا على تواصل مع بعض وخلاص. وسونج بيقول لها انه عايز يسافر الصين عشان يتعلم اللغة الصينية، فبتقول له مش محتاجة يعني دي هي نيهاو وكم ألف كلمة تاني وخلاص. وبعد فترة بتبدأ يونج تتجاهل مكالمات سونج بعد ما اتعلق بيها وتعود انه يكلمها كل يوم، وده بيخليه قلقان ومتوتر طول الوقت وخايف لا يخسرها من تاني. وفي يوم هي اللي بتتصل بيه وهي باين عليها ملامح الحزن وبتسأله انت قدامك قد ايه وتجيلي زيارة لنيويورك، فبيقول لها والله على الأقل 1.5 سنة عشان أكون جمعت فلوس ورتبت أموري. فبتتعصب عليه وبتقول له خلاص من غير تبريرات أنا كمان مقدرش أزورك في سول غير بعد 1 سنة أو أكتر، وبصراحة كده أنا يهمني مستقبلي وهاجرت مرتين عشان أجي نيويورك ومحتاجة أركز على هدفي. فبيستغرب من كلامها جدا وبيقول لها هو أنا يعني اللي معطلك، ده أنا حتى بشجعك.
فبتقوله لا هو مش كده بالظبط يعني، بس الأحسن نقطع كلام مع بعض فترة كده يعني واعتبرها استراحة محارب. فبيتضايق سونج جدا وبيقول لها ده أنا بقالي أكتر من 10 سنين بدور عليكي وفي الآخر تقوليلي كده. عموما أنا كمان شايفها فكرة كويسة جدا، يلا بقى مع السلامة دلوقتي، ولما يجي الوقت المناسب نبقى نتكلم من تاني. وبيقفل معاها بسرعة عشان ما تعرفش إنه بيعيط. وبعد كام يوم كده بتنقل يونج البيت جديد، وأول ما بتطلع الأوضة بتفضل تكتب على الحيطان، وعلى الناحية التانية بيبقى سونج قاعد في الأتوبيس ومعاه أول هاتف ذكي طلع في التاريخ، وبيفضل يبص بنظرات الحقد والحرمان على أي 2 كابلز. وأول ما بينزل من المواصلات بيروح يسكر ويعربد مع أصحابه، وبيفضل يتصرف بطريقة غريبة جدا، وبيقول لهم إنه هيسافر الصين طول أجازة الصيف ومش هيرجع غير مع بداية الدراسة. وفي وقت ما هو زعلان كده وعمال يجلد في ذاته بتبقى يونج دايرة تتصارمح مع واحد أمريكاني اسمه أرثر وبياخدها يعرفها على أصحابه. وبما إنها كاتبة يعني وكده فبتقعد تتكلم عن مفهوم كوري اسمه إنيون، ومعناه إن الأرواح اللي بتتقابل في الحياة دي أكيد كان بينهم آلاف اللقاءات في حيوات سابقة، وحتى لو لمست لبس حد في الشارع ده إنيون، فما بالك بقى بحد كنت بتحبه وأنت طفل. ولو 2 قرروا يتجوزوا ده معناه إنهم شافوا بعض في 8000 حياة قبل كده. فبيستغل أرثر الفرصة وبيقول لها يعني إحنا كده إنيون مع بعض عشان اتقابلنا في نفس الوقت وقعدنا على نفس الترابيزة. فبتقول له لا طبعا أنا مش مؤمنة بالكلام ده مجرد تراث كوري كده بنقوله في اللقاءات وخلاص. وبعد 12 سنة كمان بنشوف يونج وأرثر وهم راجعين من كندا على نيويورك من تاني بعد أجازة صغيرة كده خدوها عشان يزوروا عيلتها. وهم في المطار بقى بنعرف إنهم اتجوزوا من مدة وهما الاتنين كتاب زي بعض وحياتهم سمنة على العسل. وفي يوم كده بيبقوا ماشيين في الشارع ويونج بتفكر جوزها إن سونج اللي حكيت له عليه قبل كده هيجي الأسبوع الجاي يقضي أجازته معاهم. وعلى الناحية التانية بيبقى سونج قاعد مع أصحابه وبيقول لهم إنه هيسافر يقضي أجازته في نيويورك، فبيقعدوا ينصحوه ما يروحش أصلا لو كان رايح عشان يشوف البنت اللي بيتكلم عنها بقاله 20 سنة. فبيقول لهم انتوا فاكريني مراهق ولا ايه؟ دي واحدة متجوزة دلوقتي، انا هروح عادي يعني اتفسح شوية واشوف ثقافة البلد. فبيقعد واحد صاحبه يضحك عليه وبيقول له هيبقى في امطار رعدية وعواصف الفترة اللي هتقعدها هناك كلها، ده انت بركة يا صاحبي والله، ما تنساش بقى تاخد معاك عدة المطر لحسن تغرق هناك وتتحول لسمكة بلطي. وفعلا اليوم اللي بيوصل فيه هناك بيبقى يوم مش طالع له شمس وما بيصدق يوصل للفندق قبل ما يغرق في المطر. وبعد ما بيرتاح شوية بيلبس وينزل يستنى يونج في المكان اللي اتفقوا عليه. وأول ما بيشوفها قدامه بعد السنين دي كلها بيحس بشعور غريب ومش مفهوم بالمرة، وما بيبقاش قادر يشوفها غير صديقته اللي كان بيلعب معاها وهم صغيرين، وما بيبقاش عارف يقول لها ايه حتى ولا يسلم عليها ازاي بعد ما بقت متجوزة، وبيفضل واقف مكسوف ومتوتر جدا. فبتقوله ده الطقس جميل جدا النهارده انت حظك حلو. وبيروحوا يركبوا المترو وبيفضلوا واقفين قصاد بعض مع انهم ممكن يقعدوا عادي، معرفش ليه الفرهده. المهم يعني بتفضل تحكي له عن زيارتها لكوريا هي وحموكشا قبل ما يتجوزوا، وانها فضلت تبعت له رسائل عشان تقابله بس هو كسر خاطرها ومرضيش يرد عليها. فبيقول لها معلش حقك عليا كنت مشغول شويه يعني بس ودينا اتقابلنا مفيش مشكله. فبتقول له هو مفيش مشكله بس كان نفسي اشوف صديقتك هي عامله ايه صحيح. فبيقول لها احنا واخدين استراحه دلوقتي ومعرفش عنها حاجة بس مش منفصلين بشكل رسمي يعني، هو يعني الموضوع معقد حبتين 3 كده. فبتقعد تنصحه انه لازم يتجوز وما يفكرش بالطريقة دي خالص عشان يعرف يعيش ويربي العيال اللي هيخلفها. فبيقول لها طيب هبقى افكر في الموضوع ده لما ارجع كوريا، مع اني عارف اني شخص عادي جدا وشغلي عادي وحياتي كلها عادية وهي تستحق حد مبهر اكتر مني. المهم يعني انها بتصوره جنب البحر وبعد كده بيروحوا ياخدوا لفة في المدينة، وبتقوله انها كانت ساكنة هنا هي وارثر قبل ما يعزلوا وعارفة اماكن كويسة جدا. فبيسألها هو ما جاش معاها ليه النهارده وبيقول لها انه كان عايز يشوفه. فبتقوله احنا اصلا متخانقين. فبيتخض جدا وبيقول لها متخانقين ليه كفل الشر ايه اللي حصل؟ فبتقوله لا عادي يعني احنا بنتخانق كتير من غير سبب، والإنسان يعني بيحتاج يفهم شريك حياته كده الأول قبل ما يتفقوا ويفهموا طباع بعض. وبعد كده بتسأله إذا كان يعني بيتخانق هو وصديقته على طول زيهم. فبيقول لها لا الحقيقة احنا مش بنتخانق خالص ومفيش داعي أصلا للخناق. فبتنصحه يتجوزها من غير تفكير مادام متفاهمين مع بعض كده، وبتقوله تخلى عن المثالية شوية لأنك عمرك ما هتلاقي حد مثالي زيك أبدا. فبيقول لها يا ستي أنا راجل غلبان ومش مثالي ولا حاجة، وبعدين ما تقلقيش عليا أنا كبير كفاية وهعرف أمشي أموري كويس. وبيفضل قاعد ساكت لحد ما هي بتفتح معاه كلام وبتقول له هو أنت دورت عليا ليه؟ فبيقول لها قصدك من 12 سنة يعني لما لقيتك على النت؟ مش عارف والله أنا عملت كده ليه، بس كنت عايزة أشوفك بعد ما مشيتي فجأة وسبتيني وحيد لأنك ما غبتيش عن بالي. فبتحس يونج بالذنب وبتقول له أنا آسفة جدا إحنا كنا أطفال ساعتها ومش مدركين. فبيقول لها أيوة عندك حق، ولما اتقابلنا على النت كنا لسه صغيرين برضه بس دلوقتي خلاص بقى. وبالليل بترجع يونج على البيت وبتلاقي أرثر قاعد يلعب بلاي ستيشن، فبتروح تقعد جنبه
وبتكلموا عن الأحداث اللي حصلت طول اليوم، وبتقوله أنا مش مصدقة إني عشت لحد ما أشوفه كبير كده وناضج، ده كأنه واحد تاني. لا كمان هو متمسك بكل العادات والتقاليد الكورية لدرجة إني باينة أجنبية جنبه. فبيتضايق أرثر جدا وبيقول لها ده تلاقيه شكله جميل بقى وإنتي حاسة بانجذاب ناحيته. فبتقول له هو جميل فعلا جمال كوري، بس أنا مش منجذبة له ولا حاجة، أنا بس مشتاقة لوطني الأصلي وهو من ريحة سول وكنا أطفال مع بعض، فبتكلم عنه كتير عشان كده. فبيقول لها جميل جميل، قلتيلي بقى هيمشي إمتى؟ فبتقول له هيمشي بعد بكرة، بس قولي أنت متعصب كده ليه؟ فبيقول لها لا أنا مش متعصب ولا حاجة، ده الراجل مسافر 13 ساعة عشان يشوفك وما أقدرش أقولك ما تقابليهوش، وبعدين مش باين يعني إنك عايزة تهربي معاه ولا حاجة، ولا أنت ناوية تهربي؟ فبتقول له طبعا هسيب حياتي اللي ببني فيها بقالي 25 سنة وههرب معاه على سول بكل تأكيد. ده ايه التفكير التحفة جدا ده؟ وبعد شوية كده بتروح يونج عشان تنام وبتلاقي أرثر لسه قاعد يفكر في الموضوع وبيقول لها بس تصدقي قصتكم دي جميلة جدا، يعني لو كانت رواية مثلا هتحكي عن أطفال الطفولة الكوريين اللي بيتقابلوا بعد 20 سنة وبيكتشفوا إنهم اتخلقوا لبعض، وأنا هبقى الزوج الأمريكي الشرير اللي بيقف في طريق سعادتكم. فبتفضل يونج تضحك وبتقوله خلاص اعملها مسلسل يمكن ينجح، وبتفضل تتكلم معاه عن الطريقة اللي اتقابلوا بيها مع بعض وبتقوله إن حياتهم سعيدة جدا ومناسبين لبعض بشكل كويس. بس أرثر بيقاطعها وبيقول لها هو ده كان حلمك من الأول أصلا ولا كان نفسك حياتك تمشي إزاي لما خرجتي من كوريا؟ فبتقول أنا كنت 12 سنة في وقتها وأكيد كل ده ما جاش في بالي، أنا كنت بفكر هنجيب كيميتشي منين عشان نحطه جنب الأكل. وبتأكد له إن السيناريو لو اتعاد مرة تانية هتختاره هو في كل مرة، لأنها عمرها ما كانت هتلاقي حياة أسعد من كده مع أي حد تاني. وفي اليوم اللي بعده بتنزل يونج تقابل سونج وبيطلعوا على مركب عشان ياخدوا جولة في المية ويشوفوا تمثال الحرية، وبيفضل سونج ياخد صورة في كل مكان للذكرى ويونج بتقعد تفرجه على صور فرحها. فبيقول لها شكلك صغير وجميل، فبتقوله ما احنا اتجوزنا قبل الميعاد المحدد عشان ناخد الإقامة الدايمة. وفي آخر اليوم كده بتاخده معاها للبيت عشان تعرفوا على جوزها، بس هو بيبقى متوتر جدا وبيقول لها هو عارفني وعارف اني جاي عندكم. فبتقوله ايوه طبعا، ده هو اللي طلب مني اجيبك عشان يتعرف عليك، ادخل ادخل ما تتكسفش. واول ما بيدخل سونج من الباب بيلاقي ارثر في وشه وبيسلم عليه بالكوري، فبيقوله ده انت الكوري بتاعك حلو جدا برافو عليك، بس الجو بيبقى مشحون توتر من كل ناحية ومفيش حد فيهم بيتكلم على طبيعته. فبيقرر أرثر إنه ياخدهم هما الاتنين وينزلوا يتعشوا في أي مكان، وبيفضل يتكلم مع سونج في الطريق وبيسأله عملتوا إيه بقى النهاردة؟ فبيقوله ركبنا مركب وزورنا تمثال الحرية. فبيقعد يضحك وبيقوله ده أنا ما زرتهاش مع مراتي من قدك يا عم. ولما بيوصلوا المطعم بيقعدوا ياكلوا مكرونة ويتكلموا مع بعض شوية عن اللي حصل في حياة كل واحد فيهم طول السنين اللي فاتت. وسونج بيقعد يكلمهم عن الخدمة العسكرية الإجبارية وإزاي الناس في كوريا بتشتغل أوفر تايم من غير أجر، ويونج قاعدة وسطيهم بتترجم الكلام من هنا وهنا عشان يفهموا بعض. وسونج بيقول لها أنا افتقدتك جدا لما بطلتي تكلميني، هو أنت كمان افتقدتيني؟ فبتقول له أيوة طبعا مش صديقي من زمان بس الحياة مشاغل برضو، أنا اتجوزت وأنت ارتبطت عادي يعني. وبيفضلوا الاتنين يتكلموا مع بعض وبينسوا وجود أرثر اللي بيبقى قاعد كأنه طرف تالت في العلاقة دي، بس ما بيرضاش يتكلم وبيسيبهم للآخر عشان يخلصوا الحوار اللي ما بينهم ده للأبد. ويونج بتلفت نظر سونج إنهم عمرهم ما كانوا مرتبطين أصلا وطول الوقت كانوا أصدقاء وبس. وبعد شوية كده بيقعد سونج مع أرثر وبيقول له أنا آسف ما كانش قصدي تجاهلك. فبيقول له لا عادي أنا متفاهم إنكم ما شفتوش بعض من زمان ومش زعلان. فبيقول له حس كده بقى تعرف إيه هو الإنيون؟ فبيقول له أيوة عارفه البتاع ده، نورا حكيت لي عنه قبل كده وأتوقع برضو إن أنا وأنت بيربطنا إنيون بطريقة ما، وأنا مبسوط إنك جيت هنا. وفي آخر اليوم بيقف سونج يودعهم عشان هيسافر وبيطلب من أرثر يبقى يزوره في كوريا، وبعد ما بيسلم عليه بتنزل نورا توصله للعربية وبيفضلوا هما الاتنين واقفين يبصوا لبعض من غير ولا كلمة، بس بتبقى نظرات معبرة جدا بتحكي قصة 20 سنة فاتوا. وقبل ما يونج يركب العربية بيقول لها أتمنى أشوفك في الحياة الجاية ويبقى حظنا أحسن من كده وعلاقتنا مختلفة. وبعد ما بيمشي بترجع نورا على البيت وبتنهار من العياط، والحقيقة إنه ما بيبقاش بكاء ندم ولا بكاء على حبيب مفقود، بس خلينا نقول إنها ودعت نسخة قديمة منها بوداع يونج وده سبب انهيارها. وبيخلص فيلمنا على كده، ويا رب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.